إني أمركم بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وإن ذنوب الجيش أخوف عليكم من عدوكم. والتزموا الأخلاق الحميدة وابتعدوا عن كل ما يذمكم، فإن من حسنت أخلاقه علت به رتبه. وإن لحامل السيف صفات نبيلة، من تمسك بها نجا ومن حاد عنها هلك. وإن السيف بلا رأي يقتل صاحبه، فاستعملوا حكيم الرأي في أمركم، ولا تضعوا الشدة في موضع اللين، ولا تضعوا اللين في موضع الشدة، فإن كلا الأمرين يأتي بالفساد. وضعوا نصب أعينكم مخافة الله ومرضاته، فإن من استعان بالله استغنى عن الناس، ومن استعان بالناس أوكل إليهم. اللهم اجعل هذا اليوم بداية عزيزة وكريمة لأمة الشام وسائر بلاد المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.